يا ترى ايه هي جوائز الفانسي بريمير ليج؟ كتير مننا بيلعبوا اللعبة ما يعرفوش ايه هي جوائز الفانسي بريمير ليج، سواء كان قديم في اللعبة او جديد. تعالى النهارده اخدك معايا واقول لك ايه هي الجوائز وازاي بنستلمهم، ده لو كسبنا يعني، وايه هي الجوائز بتاعة الموقع نفسه، وايه هي الجوائز بتاعة القناة. نخش في الموضوع على طول. اولا كده قبل الجوائز احنا بنستلم الجوائز ده لو كسبنا عن طريق الجيميل اللي انت بتبقى مسجل بيه في اللعبة. بيبعتولك رسالة عن طريق الجيميل ده وانت بتتواصل معاهم وبيعرفوك ان الجايزة هتجيلك ازاي، والجايزة بتجيلك لحد عندك، يعني انت مش بتروح في حتة ولا اي حاجة. نخش بقى على الجوائز على طول. المركز الاول، استضافة انجلترا 7 ايام شاملة السفر والاقامة، حضور ماتشين باختيار الفائز في مقاعد الفي اي بي. يعني مثلا انت ممكن تلاقيك مثلا قاعد جنبك السير اليكس فريكسون مثلا، وهو قاعد حاطط رجل على رجل كده، تقوم تقول له نزل رجلك، قال احنا مدربين زي بعض. عادي بقى، ما انتوا مدربين بقى. انت تخيل انت رايح كاسب الفانتسي وقاعد في مقاعد الفي بي، حاجه رايقه قوي يعني. ساعه من ماركه هوبلو، كرة من شركة نايك، أحدث نسخة من فيفا، لابتوب، سماعة هيدفون، شنطة ظهر عليها لوجو الفانتسي، وتيشيرت ومج وإزازة وكرة ضغط وقلم ومفتاح، كل دول عليهم شعار الدوري الإنجليزي. المركز التاني، في حاجة بس بمناسبة المركز التاني، السيزون اللي فات كان المركز التاني ده كان شخص مصري. يعني الموضوع مش صعب جدا انك انت ممكن تكسب الفانتسي، خصوصا ان هو اصلا كان في لحد نص الموسم كان هو حوالي 200 الف. بدأ يتدرج لحد ما وصل التاني على العالم، وكان حد اخر جولة كان خلاص هيكسب الفانتسي، لولا كان اخر ماتش على حاجات بسيطة جدا هو اللي بقى التاني، ما كانش الاول. فالموضوع يعني هو مش صعب قد ما هو انت تركز في اختياراتك، ممكن تلاقي نفسك ان انت وصلت لحاجة كويسة جدا يعني. خش بقى على المركز التاني. المركز التاني استضافة في انجلترا برضو 3 ايام شاملة السفر والإقامة، حضور ماتشين باختيار الفايز، بس هنا بقى مش في مقاعد الفي اي بي، كرة من شركة نايك، نسخة فيفا ولابتوب، ونفس الشنطة بتاعت المحتويات اللي احنا قلنا عليها في المركز الأول. المركز التالت بقى نفس جوائز المركز التاني، بس اللي يختلف بينهم إن المركز التاني لابتوب والمركز التالت كمبيوتر، والمركز التالت مش موجود الهيدفون. المركز الرابع نفس جايزة التالت. المركز الخامس نفس جايزة الرابع والتالت بس مفيهوش كمبيوتر. من السادس للعشرين كورة نايك، أحدث نسخة فيفا، نفس الشنطة بمحتوياتها اللي قلنا عليها برضه. بس كأس الفانسي دي ملهاش علاقة بترتيبك على مدار الموسم، دي حاجة منفصلة خالص بتتعمل على في نص السيزون. الموقع هو اللي بيعملها، دي بتبقى قرعة عشوائية بتقع قدام مدرب كمان انت لا تعرفه ولا هو يعرفك، ومجرد بيشوف مين اللي هيجيب فيكم نقط أكتر، وده اللي بيتأهل للجولة اللي بعدها. لو فضلت تتأهل لحد النهاية وكسبت الكاس في الآخر، هنا بقى بتاخد الجوائز اللي احنا بنقول عليها. الفايز بالكاس عامة، عشان مطولش الفيديو، الفايز بالكاس هي نفس جايزة المركز التاني بالظبط. أما بقى التاني في الكاس اللي هو وصيف الكاس ده، هنا نفس جايزة التالت والرابع. وأعلى واحد جاب نقط في الشهر ده بياخد كرة من شركة نايك وجاكيت من نايك وأحدث نسخة فيفا ولابتوب. أما التاني على الشهر ده كرة من نايك ونسخة فيفا. أعلى بقى 20 مدرب في الشهر باستثناء المركز الأول والتاني، دول ليهم الشنطة اللي هي بمحتوياتها اللي هي نفس المحتوى بالظبط. أعلى واحد بقى جاب نقط في الأسبوع، كرة رسمية من نايك، نسخة فيفا، الشنطة برضو بمحتوياتها. بس كده، دي كانت كل جوائز الموقع، واحنا كان ازاي بنستلمها ده لو كسبنا يعني. اما بقى جوائز القناة، انا عايزك بقى تنسى خالص جوائز الموقع وكل حاجة وسفر انجلترا وفي اي بي وكل حاجة، عشان ايه؟ اقولك على جوائز القناة الفقيرة شوية. جوائز القناة بقى، المركز الاول كل شهر 200 جنيه، المركز التاني 150 جنيه، ده كل دي جوائز شهرية. أما الجايزة السنوية، الأول 600 جنيه، التاني 500 جنيه، التالت 400 جنيه، والجوائز هتزيد إن شاء الله لو في راعي خلال الموسم، بس على الأقل دي الجوائز المبدئية دلوقتي. بس كده، بحب أشكرك جدا إن أنت وصلت معايا الجزء ده في الحلقة، وأتمنى كنت خفيف عليك. أهم حاجة بس متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان نوصل لعدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن. كان معاك مروان رفعت، أشوفك على خير إن شاء الله في حلقة جاية، ويسيحوا فانتسي. سلام.